أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Amazing Ideas على قناة Amazing. النهاردة يا جماعة أنا معاكم في فكرة أخرى. كان آخر حلقة نزلتها كانت حاجة مدوية بمعنى الكلمة، فكرة ابتكار، مش فكرة ابتكار مدوي بكل معاني الكلمة، خاص بي لعمل فيدريليشن خاص بالأندية أو اتحاد خاص بالأندية. طب ايه الفايدة؟ إيه المميزات؟ ايه السلبيات الضخمة جدا جدا اللي تنتهي بالابتكار ده؟ ايه العوائد الجامدة جدا؟ ايه بالذات الزمالك زي ما قلت اكتر او من اكتر الفرق اللي هتستفيد جدا. الزمالك اللي كل الدنيا دلوقتي بتدور له على حلول، اللي اصبح صداع بكل المقاييس في الوسط الرياضي والكروي وكل العالم، يعني كل على مستوى مصر كله بيسعى عشان يعيدوا ل مش هقول لك للافضل، لا لسابق عهده حتى. بقى دي اكبر الامنيات. تخيل ابتكار مذهل زي ده يوصل الزمالك لانه زي ما قلت يبقى في مصاف الانديه المستقره جدا، المشاكل والازمات كلها خلاص تنتهي. اهم نقطه استمراريه المداخيل والعوائد والامور اللي تخلي النادي دايما مستقر، طبعا في ظل الخراب والعك اللي حاصل حاليا من الجوانب الاقتصاديه والماليه، اللي هي عباره عن زي ما قلت بلوعه مفتوحه، مهما تحط فيها ما بتحسش او ما بتبانش بالبلدي. فكرة النهاردة يا جماعة هي بقى خاصة بالأندية أخرى. أنا قلت إني بالنسبة لي الزمالك، بالنسبة لي أندية على مستوى معين، فكرة الاتحاد اللي هي بمعنى أصح أندية الجماهيرية والشعبية والتاريخية، وبالتحديد أكتر الفئتين الأولانيين أندية الجماهيرية والشعبية، هي فكرة الفيدريليشن أو الاتحاد مش الدمج. وشرحت الفرق بين الاتنين وليه الأهم هي الاتحاد، وإن المسألة الدمج هتعمل تكون ليها سلبيات متعددة بالنسبة للفئة دي. طيب تعالى بقى حضرتك، الأمر ده يسري جدا 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 على الأندية زي ما قلت في القاهرة. بتكلم عن الزمالك خاصة، بتكلم عن الأندية زي ما قلت دمج الأندية القريبة من بعض اللي في نفس المدينة، لكن بشرط ان يكون في نوع من الإدارة أو نادي ليه شعبية طاغية هو اللي بيعمل الإدارة دي، ويكون تحت إيده الأمر، علشان بالبلدي كده بيعطي أو زي نظرية أواني مستطرقة، بيدي الزيادات اللي عنده للنادي الآخر المتحد معاه بشكل مميز، بياخد منه لكن بيديله في نفس الوقت. يعني ادخلوا على الفكرة هتعرفوها بالتفصيل الكامل. لكن فكرة النهاردة أو ابتكار النهاردة يختص بالأندية الموجودة في المدن الأخرى. اديت مثل حتى لو فاكرين بنادي زي نادي دمنهور في الحلقة اللي فاتت، وقلت الأهمية لوجود عدد مهول من الأندية اللي غالبية الناس ما تعرفش أساميها أصلا، وكل القصة بس فقط هو يافطة محطوطة على مكان او قطعة ارض، ويقول لك ده النادي كذا ونادي مدينة كذا ونادي مش عارف ايه، وتلاقي المدينة. يعني بصوا يا جماعة عشان نبسط الامر، قلنا في عندنا 28 محافظة. 28 محافظة دول محافظات عديدة منهم، يعني غالبية فيها حاجة اسمها مدن كبرى او ما يسمى مراكز، وغير طبعا المدينة الأساسية. تمام، يعني لو بنتكلم مثلا ادي مثل، أعطيت مثل بالبحيرة على اعتبار محافظة ضخمة جدا عدديا ومساحيا أو كمساحة. المحافظة زي دي فيها يعني يعني مش أتوقع، متأكد 90% على الأقل من متابعي وجماهير كرة القدم ما يعرفوش منها إلا نادي دمنهور. وفين نادي دمنهور أصلا؟ في غياهيب الظلام. كويس. هل تعرف حضرتك عدد الأندية في البحيرة قد إيه ككل؟ أنا ما أعرفش شخصيا، بس متأكد إنه عدد كبير جدا. أنت ما تعرفش منها إلا دمنهور. انا ممكن اقول لك دين 3 كمان. تمام، لكن حضرتك العدد الصحيح على فكرة. وهنا انا بقى دلوقتي بتكلم في فكرة النهاردة. انا الابتكار المدوي المرة بتاع الاتحاد الأندية ما كانش فيه داخل في مركز الشباب ولا الأندية اللي هي غير الشعبية والتاريخية والجماهيرية، لا
النهارده فكرتي داخل فيها الجميع، لكن غير أندية معينة زي ما ذكرت. هي دي يعني تسري عليها مسألة اتحاد الأندية. فندي مثل زي ما قلت بنادي مش عارف يطلع دوري الدرجة الأولى من ساعة ما هبط. تخيلوا يا جماعة، ده أقصى طموحه. وحتى كمان نتائجه في دوري الدرجة التانية سيئة للغاية. منحدر جدا، وهو زيه زي أندية كتير جدا 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 جدا، كلها برضو أندية جماهيرية وشعبية وتاريخية. الشرقية مثلا، دمياط، أنا بتكلم في الأندية الجماهيرية يا فندم. سي كفر الشيخ، سي أسوان، سي المنيا، أسيوط. وفي أندية أخرى ما صعدتش عمرها، بني سويف ملهاش نادي، عمرك ما شفت له نادي في الدوري الممتاز إلا تليفونات بني سويف اللي هو نادي هيئة أو شركة. ما شفتش نادي شعبي. مثلا الفيوم نفس القصة، سينا نفس القصة، مطروح نفس القصة، إلا كان في وقت ما اللي هو نادي الرجاء، وقبل بلاء حسن بمعنى الكلمة أو حسنا، لكن ما استمرش وما يعتبرش بيمثل محافظة قوي، لأنه بيمثل مدينة من مدن، مش بيمثل حتى المدينة الكبيرة مدينة مرسى مطروح. طيب القصة تمشي ازاي؟ والله اديلكم كمان مثل بمطروح دلوقتي. طيب تعالى دلوقتي زي ما قلنا للبحيرة، انت بتتكلم في نادي زي دمنهور، تاريخي ونادي قديم ونادي شعبي ونادي جماهيري، يملك الثلاثة. طيب هل يتعمل مسألة الفيدراليشن الاتحاد؟ لا، هنا ما يتعملش مسألة الاتحاد، هنا يتعمل يا فندم مسألة الدمج. ليه؟ لأن مقاومات وقدرات وجماهيرية نادي دمنهور اللي موجودة فعلا، لكن لا تضاهى أبدا جنب جماهيرية وإمكانيات وقدرات نادي زي الزمالك. لا طبعا، لا طبعا. فهنا المميزات اللي انت هتقدر تديها للأندية اللي انت متحد معاها مش كبيرة للدرجة، وهتاخد أكتر. عشان كده الدمج هو الأفضل. الدمج إن خلاص بقت كلها الاتنين اندمجوا في بوتقة واحدة وتحت اسم الأكبر اللي هو دمنهور. يعني هيحصل كالآتي، انت بتتكلم ان دمنهور موجود فين؟ هل دمنهور البحيرة عبارة عن ايه؟ مدينة دمنهور المدينة الأكبر العاصمة، ومدن اللي هي ما يسمى مراكز، ومش صغيرة، مدن كبيرة وفي عدد مهول. كويس؟ طيب وده يستقيم الوضع ده على غالبية محافظات مصر بالذات في بحري وقبلي نفس كده، بس كان يعني بدي مثل يعني. تمام. دمنهور هنا يحصل ايه يا فندم؟ هيحصل دمج ما بين نادي دمنهور وكل الأندية جميعا الموجودة في نفس المدينة، مش المحافظة، في نفس المدينة. لسه هكمل، فكرة جامدة جدا على فكرة. في نفس المدينة ليه؟ عشان القرب مهم للغاية. برضو ليه؟ عشان خلاص ده دمج بقى كامل، فالاستفادة هنا هتبقى كاملة من كل شيء في الأندية دي ومراكز الشباب. مدينة دمنهور يا فندم هتبقى فيها نادي واحد فقط، نادي دمنهور. لكن عشان برضو في اللي هيقول لي ازاي يعني نادي واحد في مساحة خرافية شاسعة بالطريقة دي وعدد مهول بالطريقة دي، انت بتهزر. هقول له لا طبعا. اول بس ارجع قبل النقطة دي، هو حضرتك شايف ايه من تواجد 3 4 5 6 10 أندية مثلا في دمنهور وحدها؟ منه أندية كتير جدا ما تعرفش أساميها أصلا، ومراكز شباب برضو ما تعرفش إيه كينونتها، كله بيعاني وكله عنده مشاكل وكله عايز دعم وكله ما بيفتش بأي حاجة أصلا. وشايف منه إيه الأبطال اللي الخارجين ولا حتى اللاعبين في كل البطولات اللي أنت ممكن في كل اللعبات اللي ممكن تقول يعني تشاور اليوم كده بالبنان زي ما بيقولوا، تقولوا يعني بتقول يعني ها عملوا أي حاجة. نادرا بمعنى الكلمة ده إن اتوجد أصلا. فادي نقطة، وقيس بقى ده على كله يا فندم حتى في القاهرة. تعال بقى حضرتك، لكن لما تعمل ايه بقى؟ انت مش مين قالك انت تقلل الاماكن الممارسة واماكن الرياضة؟ لا طبعا، ده انت هتزود. ومش كده وبس، هيبقى بشكل افضل واعلى واقوى وادارة افضل 1000 مرة وقدرات اكبر بكتير، وهتقدر تعمل ابطال بكل معاني الكلمة. وخلينا في كرة القدم بالذات، لو بنتكلم في كرة القدم نقول لك مثلا نادي دمنهور يا فندم هيحصل كالآتي. طبعا ده خلي بالكم في حالة عدم تفعيل الابتكار المذهل دي حاجة اسمها إعادة تنظيم الرياضة في مصر في الأندية الرياضية اللي أنا عملته الخرافي، اللي هو يعمل فوارق رائعة، يعمل
مميزات كبيرة جدا ويزيل كل السلبيات، اللي هو تقنين الأمر وتنظيمه. كل نادي ليه عدد لعبات محدد زي ما ذكرت ووضحت، والفوائد الشاسعة من ده. تمام. مش معنى كده ان في العاب تختفي، لا طبعا، هيبقى اجبار ان في انديه معينه شغاله في العاب معينه اللي هي انديه هيئات والشركات لحد ما يبدا الامر كمان ده ينتهي، لكن يتم استفاده منها ومن مواردها ومن اماكنها ومن البنيه التحتيه بتاعتها في كده. ففي لعبات هيكون هي دي فقط لتمارس في انديه هيئات والشركات. تمام. والانديه الاخرى اللي فيها كره قدم ياخد لعبه اخرى، والانديه اللي ما فيهاش كره قدم ياخد ليه 3 العاب. المهم، مش هعيد تاني، ادخلوا على الابتكار المدوي ده وشوفوا اللي انا قلته فيه. هيحصل كالاتي زي ما قلت: نادي دمنهور هيدمج بيه كل الانديه الاخرى، مش هتلغى كل المنشآت، كل البنيه التحتيه، كل اللاعبين، كل اللاعبات. تاني بكر لحد ما تفعل فكره تنظيم الالعاب في الانديه كويس. كل حاجه، موارد ماليه، قدرات، امكانيات، كله ما عدا حاجه واحده اللي مش هتنتقل مع الدمج زي الفكره التانية بتاعت الاتحاد، هي اداره الانديه دي. شكرا مع السلامه، اتفضلوا كده. وهتبقى الاداره بليها نظام واسلوب مختلف تماما. الاداره فقط من الهيد اللي هو خلاص مبقاش هيد. في فكره الفيدراليشن الاتحاد كان فيه هيد وفي كيانات تابعه ليه كويس، وليها اهميتها طبعا وليها عايز اقول مميزاتها. لكن الامر هنا اختلف، هنا بقى هو كيان واحد فقط. فاصبح هنا الاداره، وعلى فكره مش هتكون نفس الاداره الحاليه، لا هيتعمل لها اليات اخرى، او يعني زي ما بيقولوا اداره اخرى باليات معينه تفي بالغرض للكيان الضخم اللي هيكون موجود في كل مدينه او في كل محافظه، في كل مدينه او في كل يعني مركز. تمام. لا حرقت الموضوع بدري شويه، كل محافظه دي قصه تانية هنجيلها، بس خليها فكره لوحدها خالص كويس. طيب تعالى بقى حضرتك، هيحصل اني هيبقى هنا خلاص كل دمنهور كامله نادي واحد متعدد المراكز، نادي واحد مش الفروع، ما بحبش كلمه الفروع دي، لا نادي واحد متعدد المراكز. اماكن اللي هي كان مثلا نادي كذا في دمنهور اللي اندمج مع نادي دمنهور بكل منشآته، كل هيتعمل له تحديث طبعا وتطوير ويبقى مختص بكذا. على سبيل المثال مثلا ممكن يبقى النادي ده مختص بألعاب معينة، ويبقى خلاص عرفت كده انا رايح العب مثلا باسكت بول، عرفتني باسكت بول مش هضطر اروح نادي دمنهور الاساسي، لا خلاص اروح للمركز. يبقى ده بيوفر اولا ان ما يبقاش فيه المساحات، ما يبقاش فيها لخبطه. يعني انت نادي دمنهور مثلا مساحته صغيره، ما يسمحش الامر فيه ان انا امارس فيها لا كل الالعاب مثلا. ايه المشكله؟ ان انا دي برضو نقطه رائعه هتعمل تطوير كبير جدا في الالعاب، انك تخلي مثلا دمنهور النادي الرئيسي لعبه كره القدم بما انها اللعبه الرئيسيه والاساسيه واللي بتصرف، ولعبه او 2 كمان جنبها، يبقى بتستغل المساحه الشاسعه دي، هتعمل تطوير كبير جدا، هتعمل بنيه تحتيه رائعه، هتزود فيها، هيبقى كل مواردك للمركز ده او سوري للجزئيه او للمكان ده للالعاب دي فقط. تعالى بقى النادي كذا اللي اندمج مع دمنهور اللي كان فيه كذا وكذا والعاب وبتاع وكان حته قد كده، وطبعا يعني نفس الامر بزانق على نفسك ومش عارف تطلع اي رياضي جيد لان الموضوع مش نافع اصلا. يبقى ده يختص بلعبه معينه مساحه كبيره، يبقى لو كانت للعبه او لعبتين تبقى مساحه ضخمه جدا. تمام. مهما كانت صغرها او ضيقها في ايام ما كان نادي لوحده مستقل. لان كمان خدوا بالكم ان كمان في ما ننساش ان في الجانب كمان اللي هو الاجتماعي، ان اكيد كان بيعمل عضويات، فالامر ده كمان بيبقى مؤثر اكتر سلبيا لانه بيضطر يستقطع حتت او اماكن من النادي اصلا الصغير جدا. على سبيل المثال تعالى نفس الامر مراكز الشباب يا فندم بالملي، كل ده هيبقى هو نادي، مش هيبقى تحت، مش هيبقى تابع، لا هيبقى كله نادي دمنهور. يبقى نادي دمنهور هو كل ده يبقى مثلا ايه مثلا سي النادي الرئيسي نادي دمنهور، روح لنادي كذا اللي اندمج مع دمنهور بقى نادي دمنهور كذا نادي وهكذا. مش فروع، مش بحب كلمه فروع دي، انا بقول بوزيشنز يعني اماكن ومراكز اخرى لنادي دمنهور. شيء يعني مميز جدا جدا ويعمل فوائد رائعه. يبقى اللي عامل مثلا بيلعب لعبه كذا اللي كان نادي قديما كذا واصبح دمنهور، خلاص هو نادي دمنهور مع كارنيه نادي دمنهور، بيلعب في نادي دمنهور ليه الحق يدخل اي مركز من المراكز دي الخاصه بدمنهور وهكذا. تمام. طيب
تعالى بقى حضرتك لنفس الامر يستقيم على المدن الاخرى. نادي مثلا، ادي مثل، بتتكلم مثلا في البحير، سوري، الغربيه. اكبر مدينتين هناك طنطا العاصمه ثم المحله، لكن الاشهر كرويا المحله اللي هي المدينه الاصغر. طيب المحله فيها ناديين، غزل المحله وبلديه المحله. كويس. غزل المحله بلديه المحله، انا قلت فكره الفيدراليشن لا دي ما تسيش على، لان البلديه ما يملكش كل المقومات للفيدراليشن. يعني البلديه نادي يعني شعبي نسبيا، لكن مش النادي الجماهيري خالص، مش النادي كمان تاريخي نسبيا، لكن مش زي الترسانة في الفكرة اللي قلتها بتاعت الترسانة والزمالك. كويس. لا هنا الحل اندماج ايضا. هيبقى الفريق الوحيد اللي بيمثل المحافظة نادي سوري المدينة نادي غزل المحلة، يبقى اندماج. خلوا بالكم نادي غزل المحلة نادي هيئة، لكن بيملك مقومات النادي الشعبي واكتسبها من سنين، والتاريخي كمان سوري والجماهيري كمان. والبلديه نادي ايضا هيئه، رغم ان هو مش هيئه قوي، لا يعني مش نادي هيئه، هو كان نادي انشئ من ايام الملك فاروق زي ما فاكرين، وسماه البلديه مش عارف ايه. يعتبر على فكره يعتبر نادي المدينه فعليا هو نادي البلديه على فكره، لكن الغزل هو اللي واخد المكانه، وبالذات كمان يعني طبعا هيخرج من بوتقة إدارة ده شرط إن عشان ده يتعمل يخرج من بوتقة المنشأة، يبقى يعني هو يسمى أوكي نادي ويصبح اسمه نادي المحلة مش غزل المحل. ده بقى شرط أساسي، لكن يبقى هو النادي لأن الناس ارتبطت بيه. ما ينفعش أعكس، ما ينفعش أنا أقول المحلة هو اللي يندمج مع البلدية، مش هتظبط خالص، لان في الوجدان الجامعي عند الناس ان نادي البلديه ده مش النادي الشعبي، مش النادي صاحب البطولات المحدوده طبعا، لكن مش النادي التاريخي، مش اللي جاب لنا الاسامي كذا وكذا 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 وكذا. جاب اسامي رائعه جدا طبعا كل حاجه، لكن مش زي الغزل. فده برضو امر اخر، ان هيبقى النادي اسمه نادي غزل، هيبقى نادي المدينه يا فندم، ومراكزه هتبقى فين؟ هي نفس المراكز وبس. طبعا الموقع بتاعه الاساسي هو نادي الاستاد والمراكز بتاعته هو اللي فيها المصنع، مفيش مشكله خالص، بس هو خرج بره بوتقه المصنع تماما نهائيا، او الشركه قابضه او ايا كان مسماها، خلاص بقت ادارتها ليها اداره مستقله، اداره مش تابعه خالص لاي حاجه، بتبقى برضه بتيجي بنفس الاليات اللي بقول عليها فكره لوحدها، ازاي يتم تعيين الادارات اللي تفي بالغرض وتعمل او تناسب يعني النادي الضخم اللي هيتعمل في كل مدينه بالطريقه دي. تمام. طبعا لازم يجي ادارات تناسب ده، قدرات وامكانيات وكل شيء. طبعا الموجود دلوقتي لا يصلح نهائيا. فادي مثل تاني. تعالى بقى انا بنتكلم دلوقتي بنقول طنطا، هل طنطا يندمج مع المحله؟ لا طبعا، طنطا مدينه مختلفه، وطنطا برضو ليها جانب تاريخي. طنطا يندمج مع الانديه اللي تابعه لطنطا ايا كان مسمى، انديه ومراكز شباب. طنطا يبقى اقوى، اكبر، موارد اكتر، لاعبين اكتر. ونقطه كمان جميله جدا ورائعه كمان نسيت اقولها، خلاص اي لاعب من المدينه عنده نقطتين رائعين جدا. النقطة الأولى أنا عرفت أروح فين، مش اللي هو بقى طنطا، والله طنطا مثلا لا ده نادي كبير بالنسبة للمدينة طبعا، نادي كبير بقى وبتاع ده ممكن ما يقبلنيش، فأنا أروح نادي صغير وممكن يبقى لاعب ممتاز، فالنادي الصغير ده العين هناك مش تمام، ما يقبلش اللاعب يقول لك خلاص مش هلعب تاني، ويبقى فقدنا لاعب مميز أو مشروع لاعب مميز. أو العكس، انتوا فاهمين طبعا العك اللي بيجرى فيه والفساد اللي بيجرى فيه، الموضوع الاختبارات والكلام ده، فلوس والكلام ده، ففي لاعبين بيزهدوا يقول لك لا مش هروح خلاص، او حتى ان فرضنا وده تم يروح لنادي صغير على ما يبدا اللاعب يطلع للافضل. وطبعا انتوا فاهمين هنا شيء بشع، ان اللي بيظهر هو اللي عليه الاضواء. يعني مين حد يقول لي مين من دوري الدرجه الثانيه في السنين الاخيره تم شراؤه في الانديه الكبرى؟ مفيش. يعني حد يتذكر حد جه من دوري درجه ثانيه بعد عبد الحميد بسيوني اللي جه من كفر الشيخ، وبشير التابع اللي جه من دمياط، والاهلي جاب باين مره جاب كشري كان من اسمه ايه ده، من شرايين الدخان، وعبد الحليم علي جابوه من شرايين الدخان، ده مباشره يا فندم على فكره، مباشره. قولوا لي كده اسامي الاهلي في الجيل الحالي لاعب جاي من دوري درجه ثانيه. الزمالك نفس القصه، كان في تجارب وكلها فشلت تماما، مش عشان اللاعبين سيئين، عشان ما خدوش فرص اصلا. فالمهم فيروح لنادي امكانياته محدوده جدا،
لانه نادي في يعني صغير جدا طبعا بالقياس لطنطا، مش متشاف ولا مرئي، ومش بيلعب في دوري درجه مثلا الثانيه، بيلعب في الثالثه او الرابعه. فعلى اللاعب ما يبدا يطلع ده ان كمل اصلا لانه بيزهق، ما فيش نواحي ماديه، امكانيات ضعيفه للغايه، بيلعب مع مستويات ضعيفه. حلني، والفريق ممكن جدا ما يصعدش للبوزيشن اللي بعده او الفئه اللي بعدها، بتبقى مشكله كبيره. زائد العين كمان اللي بتتعامل مع اللاعب بتبقى سوري انا اسف يعني متدنيه جدا، لان مستوى الانديه ضعيف للغايه من كل حاجه، فهيجيب طبيعي عشان النواحي الماديه بيجيب ناس يعني على قد جدا. كل ده يا جماعه، كل دي مميزات رائعه وسلبيات كبيره جدا هيتم تلافيها او مش هتبقى موجوده. فببساطه اللاعب يروح دايركت، انا خلاص بقيت بلعب، مفيش بقى الا طنطا، نادي طنطا اللي هو الرئيسي اللي هو عنده كل المراكز دي بتاعت نادي طنطا، يبقى انا اختبرت او دخلت فريق كان نادي كذا او نادي كذا او مركز شباب كذا، كل ده تابع لطنطا، كل او مش تابع، كل ده نادي طنطا فعلا. فالامر اختلف تماما، طموح اللاعب زاد جدا، بقى خلاص بقيت بلعب بقى كل المواهب دي بتحت امر نادي المدينه او النادي الرئيسي في المدينه، اللي هو مش الرئيسي، اللي هو النادي خلاص بقى الوحيد في المدينه. كل الموارد بتصب ليه، كل اللاعبين المميزين بيصبوا ليه، خلاص انا عرفت ان انا رايح فين، عندي طموحي اكبر، بدل ما تروح مدينه تانية مثلا، لا خلاص طب انا نادي مدينتي موجود، والنادي اللي فيه الكوادر، في الامكانيات، في قدرات، وهكذا. مع طبعا افكار الخرافيه الاخرى ان لازم اللاعب يكون في مدينته، مفيش لاعب يروح يختبر بره مدينته، ما ينفعش. لازم كل مدينه تستفيد بلاعبيها وتستفيد بمواهبها. مهم جدا، كل ده انا عامله بالتفصيل في السوبر بول، وعامله في افكار مختلفه وابتكارات وتطويرات. طيب ثم بعد اديت مثل، تعالى الصيد على سبيل المثال، او سوري قبل بس ما اجي الصيد، تعالى كده زي الغربيه، تعالى كده اتفرج حضرتك على بعد الامر ده على نادي المحله، مش غزل المحله، نادي المحله الجديد، نادي طنطا الجديد مثلا، دول مدينتين في الغربيه. قيس بقى، بتتكلم حضرتك مثلا في مدينه زي السوق مثلا، اهي في الغربيه، كل الانديه بنفس الكيفيه، بقى نادي السوق قوي، نادي السوق بيبقى نادي المدينه يا فندم، نادي الرئيسي، او خلاص بقى هو الاساس يعني، مفيش غيره. تعالى حضرتك ليه مثلا مدينه زي ايه كمان نقول مثلا في تعالى كده زي الدهليه، المنصوره اللي بيعاني معاناه يعني ما بعدها معاناه، كلها توقعتها الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله بالتفصيل الكامل، هو وكل الانديه الشعبيه والجماهيريه والتاريخيه. تعالى حضرتك المنصوره لما يدمج كل انديه ومراكز شباب المنصوره، مدينه المنصوره، شوف هيبقى عامل ازاي. تعالى بقى النادي زي يستقيم الوضع على كل المدن. المنصوره الدهليه من اكبر المحافظات، سواء من الناحيه الجماهيريه او من ناحيه وككرة قدم. خلوا بالكم، تيجي حضرتك تلاقي عندك مثلا 10 مراكز، المدن كبيرة غير المنصورة، اما يبقى كلهم اقوى ما يمكن، اتفرج. هنا بقى كمان انتفت مش شبهه، هي طبعا قلت ما بقتش في شبهه بافكار المدويه، بالذات موضوع الحافز الابداع، لكن حتى فرضنا هنا ما بقتش موجوده اصلا، لان انت مفيش بقى ان انت تحت اشرافي او في اتحاد مع نادي، فالنادي ده ممكن يبقى في نفس الدرجه بتاعتي اللي بلعب فيها، فيبقى في حته شبهه مثلا ان يبقى في تواطؤات وكلام من ده. حتى دي كمان ما بقتش موجوده نهائيا، لان خلاص بقى طنطا بيمثل نفسه كل انديته، المحله بتمثل نفسها بكل انديتها، خلاص بتمثل نفسها بنادي واحد، نفس الكلام كفر الشيخ، نفس الكلام مش عارف مين، نفس الكلام أسوأ، تمام. طيب فبقت فوائد مذهله، وبقى بصوا يا جماعه، توفير في حاجات كتير قوي، توفير رائع، ناحيه ماديه كبيره جدا، كل السلبيات بتنتفي، ايجابيات لا تعد ولا تحصى من جميع النواحي، رياضيا وماليا واقتصاديا وعلى مستوى اللاعبين وعلى مستوى كل حاجه. والانديه بتكفي نفسها بنفسها، لانها بتستغل كل موارد، بتستفيد من كل موارد الانديه اللي تم الدمج بيها. انا مش عارف ده ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ هو انا بقول كيمياء يا جماعه؟ ده حتى لو كيمياء مش للدرجه دي. طيب تعالى انديه الصعيد على سبيل المثال، انديه الصعيد بنفس الكيفيه. نادي ادي مثل بسوهاج، انا يعني سوهاج من المدن الغنيه جدا 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 بالرياضه وكره القدم، وللاسف مندثره تماما، بغض النظر طبعا عن ابتكاراتي المذهله عن انديه الصعيد والمسابقه يعني عملته لانديه الصعيد، والبطوله او البطولات اللي عاملها لانديه الصعيد اللي تبقى مختصه بيها،
وتبقى بطولات حقيقيه، بطولات عايز اقول مش بطولات وديه او بطولات كده للاسترضاء، لا طبعا بطولات تكون رسميه وبيتاهل لبطولات افريقيه زي ما ذكرت في الابتكار المدوي اللي عملته في الامر ده. فأندية الصعيد يا جماعه، تعالى ندي مثل بسوهاج. مدينه سوهاج الرئيسيه مدينه ضخمه جدا ورائعه جدا. كام نادي في سوهاج؟ انديه مختلفه، تمام، ومركز شباب، وعندهم استاد رائع، او بالقياس يعني اللي موجود في مصر، بالقياس اللي موجود في مصر. تعال حضرتك لما تقول الكلام ده او تعمل الابتكار المدوي ده بتاع دمج الانديه. طيب تعالى حضرتك لاسوان، نفس الامر يستقيم، عدد مدن ومراكز كتير جدا، ونفس الامر كل مدينه بالنادي بتاعها. هيبقى طبيعي هيبقى عندك نادي هيد في المحافظه اللي هو نادي المدينه الرئيسيه في الاغلب، وما يمنعش ان ممكن جدا نادي اخر يتفوق، ما يمنعش. ليه يا فندم؟ تاني بكرر، لان كل مدينه بتستفيد من مواهبها. ممنوع منعا باتا ان انت عارفين، شفتوا عارفين تجربه يا جماعه اتلتيك بلباو، التجربه الخرافيه يعني المتفرده الفريده من نوعها. نادي ما بيستفدش فقط الا من، وعلى فكره هو اللي عامل كده قاصد، عشان حاجه اسمها روح الانتماء، دي موجوده قوي في اسبانيا على فكره. لكن في اقليم الباسكا بالتحديد، وبالتحديد اكتر اتلتيك بلباو، لانه حتى هو على فكره اقليم الباسكا اقليم، اسبانيا متقسمه اقاليم، لكن مع كده كل اقليم فيه زي مدن محافظات ايا كان المسمى. بلباو دي محافظه من محافظات اقليم الباسك، وفي سوسيداد اللي هو المنافس ليه، وفي اعتقد في كمان اعتقد مدينه ثالثه. ومع كده يعني هي دوبك قطعه من اقليم من بلد، ومع كده شوف عامل ايه، وعمره ما هبط. اوكي، ودايما في الاربعه الخمسه الاوائل بلاعبي الاقليم، بلاعبي، بس هو يعني هو محدد لاعبي الاقليم كامل، يعني هو ما قالش المدينه فقط، هو البروتوكول بتاعه اني استفيد بلاعبي الاقليم او اللي مولودين في الاقليم. لكن اجانب لا، بقاله من اول ما انشئ لحد اللحظه دي بنفس الكيفيه. تخيل حضرتك، حد يقول لي ايه ده في لعيبه زي إناكي ويليامز واللاعب اللي هو الاخوه اللي هو الرائع جدا حاليا، نسيت اسمه والله انا اسف، لاعب رائع جدا، الجناح الرائع لبرشلونه بيبذل غير النفيس عشان ياخده. وكان في لاعبين اخرين برضو سومر. لا يا فندم، دول مولودين، هم اعتقد دول من اصول غانيه، لكن والدهم متزوج اسبانيه، ووالدهم في او تم ولادتهم في اقليم الباسك، عشان كده اهلوا انهم يلعبوا. نفس الكيفيه، اعمل كده او انا اعمل كده، وعملت فعليا قوانين ولوائح بلا جدال ونظام ان كل مدينه تستفيد من مواهبها. حضرتك ان اللاعبين ما يخرجوش بره. لاعب انت مواليد ايه، وطبعا ده مثبت في البطاقه، مواليد كذا، يبقى انت لا انا اسف، انت اختباراتك تعملها في نادي كذا اللي هو بتاع مدينتك، خلاص هو نادي واحد، خلاص انتهى الموضوع. انا مولود في شربين، نادي شربين، بما انها لازم تكون مدينه، لازم تكون المركز الاساسي زي ما اتفقنا. طيب شربين مركز في محافظه الدقهليه، مركز صغير شويه بس مش مشكله، هيلم كل الانديه ومراكز الشباب بتاعته، يبقى هو نادي واحد. انت جاي من شربين يا فندم، لا حضرتك تختبر في شربين. طيب تعالى نفرض ان في شربين اترفض، قال لك لا ده ما ينفعش، ليك الحق في الاختبار على مستوى المحافظه بتاعتك، على مستوى، خلاص انت اترفضت في ناديك الرئيسي، يبقى ليك الحق في الايه، ان انت تختبر على مستوى المحافظه بتاعتك. لكن بشرط ان انت اختباراتك لازم تكون الاول تعمل 3 اختبارات في بعيد عن النادي الرئيسي او نادي المدينه الرئيسي. ده ليه يا فندم؟ عشان برضو تقوي الانديه الاخرى، لان طبعا طبيعي ان المدن الاخرى غير نادي المدينه الرئيسي طبيعي هيكون اقل، فانا عايز اقوي الانديه الاخرى. يبقى دي كل ما يجي لاعبين افضل واحسن، كل ما تيجي موارد ماليه اكتر، كل ما النادي عن طريق حاجات كتير زي ما قلنا. فما ينفعش ان يجي لاعب مثلا يقول لك لا انا عايز النادي الرئيسي عشان اطلع بسرعه، فيروح مثلا يقول ايه، لا طب ما انا هروح اختباري في مدينتي مثلا، انتوا فاهمين بقى اللي بيجري يعني، تمام. وارد انه يقول لك لا ده اكتبوا لي مثلا انها ما ينفعش، عشان يبقى انا قانونا استحق اروح للنادي اللي هو الرئيسي بتاع المدينه الام او المدينه الكبرى في المحافظه عشان اتصيد بسرعه. لا طبعا، لان كمان عشان اربي روح الانتماء، دي مهم للغايه. انا بتكلم هنا في الاختبارات يا فندم، ما بتكلمش في لاعبين بيتم التعاقد معهم، ده موضوع تاني،
التعاقدات دي قصة تانية، تمام. لكن انا بتكلم في اللعب اللي طالع من تحت، اللعب اللي بيتم في مراحل الشباب والناشئين. وعامل طبعا قوانين الرائعه اللي انا عاملها الخاصه بيه ان مفيش لاعب يطلع من ناديه في المراحل الشباب والناشئين الا بعد 3 سنين، ما فيهاش جدال، من اول ما يبدا يلعب فعليا ويقيد. ثم اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم مش اقل من 2 زي ما ذكرت ووضحت، ولو لاعب شاب اقل من سن معين ياخد برضه 3 سنين عقد، ما يطلعش الا كده الا في حدود محدده. كل ده بالتفصيل عامله الحمد لله، تمام. فادي مثل اخر ان انت لازم 3 اختبارات مختلفه يقولوا لا انت ما تنفعش. طيب في الحاله دي هتختبر في النادي الاكبر. طب هنا السؤال، الانديه الاصغر ورفضوك، ازاي هتقبل في الاكبر؟ فدي نقطه برضو يعني نقطه هتثير شبهه كبيره، لكن برضو بدي فرصه اخيره عشان يتم اثبات الامر ده، بس مع رقابه. ليه؟ عشان ممكن جدا نفس الامر يحصل ان لاعب يروح يقول ايه ماشي انا هختبر في 3 اماكن مختلفه واجيب لكم ما يثبت انهم رفضوني عشان برضو اروح لنادي الاكبر. ده برضو بشكل فيه تدليس او شكل مش قانوني او مش صحيح. هنا بيتم برضو عمل التحري اللازم، لان بنبقى عارفين ما احنا الامر مش بتعمل فكره وخلاص على كده وبتسيبها يا فندم، لا طبعا. اهم نقطه او النقط عايز اقول مهمه للغايه، المتابعه الدقيقه والاشراف الكامل بكل معاني الكلمه عشان التجربه تنجح اكتر واكتر بكتير كمان. فحضرتك بتبقى عارف اللاعبين دول، طب ده جاي منين، ده جاي منين، ده بتاعته بتقول انه جاي من مدينه كذا، طب هل استوفى الشروط؟ يقول لك ده عمل اختبار في 3 اماكن وما نجحش. الله، طب نجح هنا ازاي؟ دي برضو نقطه غامضه. ابدا بقى اشوف، لقيته انه نجح في النادي الاساسي، ابدا اشوف اللاعب ده ايه نجح ازاي في النادي الاساسي، هل هو فعلا يستحق ولا لا يستحق. اعمله اختبار جديد بطريقتي انا بقى كمسؤول عن اللعبه، لان الامر ده كله بيندرج تحت مين؟ تحت وزاره الرياضه، ثم المسؤولين عن لعبه كره القدم ايا كان مسماهم. ما بحبش بقى كلمه اتحاد كوره رابطه، مش، لا ايا كان بقى المسمى، لان الامر ده لازم يعاد تنظيمه على فكره، ده ما فيهوش جدال وهيكلته. لكن المهم يبدا يتعمل اختبار جديد بطريقه صحيحه بمتخصصين. لا فعلا ده ولد ممتاز او ده شاب كذا او الله، ومش ازاي بقى ترفض في الانديه الاقل؟ يحصل بقى ساعتها يا فندم؟ لا على طول لا، انت هترجع تلعب على الاقل موسمين في النادي مدينتك، ثم بعد كده اوكي ممكن تتأهل انت تلعب في النادي الاساسي اللي هو بتاع المحافظه، اللي هو يعني نادي مدينه اكبر اقصد، عشان ما اعملش بلبله ولخبطه يعني. بس ادي الموضوع. فادي مثل، بصوا يا جماعه فكره جباره والله العظيم. فكره ايه ده ابتكار مذهل، مجموعه افكار في بعض بيضاف لابتكار الخرافي اللي فات الخاص بالفيدريشن الاتحاد. وقلنا الاتحاد فيه ظروف معينه والانديه معينه لامور معينه، لكن على مستوى العام دمج بلا جدال للمحافظات الاخرى. مطروح، كنت لسه بقول مطروح بس عشان اقول بسرعه كده قبل ما اختم. نادي زي الرجاء اللي طلع وعمل كرة جميلة وكان مؤثر وأثر الدوري بلاعبين وبميزانية محدودة، وقع، لازم هيقع. فين الرجاء؟ وصل الأمر إنه كان هيهبط دوري الدرجة الثالثة أو بين هبط فعليا ولا ما أتذكر، والله من فترة اتكلمت في الأمر ده. طيب أما تفاجأ حضرتك إن مطروح مدينة شاسعة جدا، عدد مش كبير قوي يعني، محافظة كلها على بعض الكلام على إنها أعتقد كامل المحافظة أعتقد 500,000 حاجة كده. لكن ما تنساش حضرتك ان في محافظه اسماعيليه ما تزيدش كتير، في محافظه زي بورسعيد حوالي 1.5 مليون مثلا، في محافظات صغيره حجما لكن وبرضه بتتكلم في عدد مهول، مش قليل ابدا. لما تقول 500,000 او 600,000 او مليون حد، لا مش قليل ابدا. طيب محافظه شاسعه ومواردها كبيره على فكره، كفايه الارض الضخمه جدا اللي فيها، من اكبر يعني مصنفه تقريبا دي تاني محافظه بعد الوادي الجديد كمساحه، صحيح فيها صحاري وبتاع، لكن ممكن جدا يتم استفاده من المساحه الضخمه، يتم استفاده من بنيه تحتيه رائعه تمام او مميزه. تعالى حضرتك غير كمان ما تنساش نقطه مهمه جدا، السياحه فيها. ما تنساش ان دي مدينه من اشهر مدن او من اشهر محافظات خاصه بالمصايف، مصايف مش مصيف واحد، كل مدنها تقريبا فيها جذب بمعنى الكلمه، حتى سيوه الواحه. فحضرتك بلا جدال وبكل بساطه
تقدر تدمج كل الأندية نفس الكيفية برضو بنفس الطريقة، لكن مطروح يمكن مختلفة شوية. مطروح هنا يمكن أكتر هتحتاج الفكرة بقى التالتة اللي هي بقى دي قدام شوية، دي المفروض لكل المحافظات هتكون قدام شوية، يعني مش دلوقتي، دي بعد بإذن الله، بإذن الله النجاح لا متأكد منه تماما والمتوقع تماما للابتكارين، سواء الفيدراليشن أو الدمج، الاتحاد أو الدمج. وده هيمشي يعني يمشوا بالتوازي، خلوا بالكم، يعني الزمالك الاتحاد زي ما ذكرنا، مع الترسانة زي ما ذكرنا، وممكن أندية أخرى بس بعيد عن أندية هيئة الشركات تماما زي ما قلت. أوكي، هتبقى فقط أندية شعبية وتاريخية. الأهلي لأ، لأن الأهلي فعليا يملك اللي ما يملكوش غيره، واحنا بنقلل اللي هو الفظيعة ما بينه وما بين الآخرين، والأهلي أخد كتير جدا من كل حاجة، فاحنا بنعمل ده عشان نقلل ونزود التنافسية جدا وزود المنافسة القوية للغاية، وهكذا في كل حاجة. تمام، وزود موارد اللي محتاج وهم اللي محتاجين. يسر الامر ده زي ما قلنا على انديه، على محافظات معينه زي ما ذكرت في الابتكار اللي فات. تعالى المره دي نفس الكلام، تعالى بقى مطروح يبدا برضو بنفس الكيفيه. مدينه مطروح على فكره ما فيهاش نادي على فكره لحد دلوقتي، هيتعمل لها نادي برضو بمستوى مميز بنفس الكيفيه، في عدد كبير برضو من السكان. تعالى لمحافظه الرجاء، موجود في الضبعه اعتقد، لا مش في الضبعه، في اعتقد الرجاء في الضبعه تقريبا. مدينه الضبعه برضو نفس الكلام، نفس الامر بالنسبه لنادي الحمام في مدينه الحمام، نفس الكلام اذا كان في العالمين هيبقى ليها نادي وهكذا. تعالى حضرتك كل المراكز هيبقى ليها انديه، وتبدا تعمل الفكره، ثم نبدا بقى نعمل الابتكار الاخير باذن الله، ان شاء الله باذن الله، اللي هيبقى حاجه خرافيه برضو. لكن لحد كده هنشتغل بخطه قصيره الامد، ببلان على اعلى مستوى، هيجيب نتائج مذهله من اول سنه ان شاء الله باذن الله بالابتكارين دول، اتحاد الانديه ودمج الانديه زي ما قلت ووضحت. خلي التالتة دي بقى مفاجأة تانية بس بعد كده ان شاء الله بإذن الله. دي بإذن الله تكون فرنج من 2 ل3 تبدأ تشتغل في الفكرة التالتة او الابتكار التالت المذهل ان شاء الله بإذن الله. عموما خلينا بس في دول دلوقتي، وحبيت بس ان انا اشارككم كالعادة في ابتكار مدوي ومذهل جديد، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، مجموعة افكار في بعض. ومع كده انا عدينا يمكن 230 تقريبا، 230 ابتكار وفكرة وتطوير، ويعني انا اتوقع اكتر من كده بكتير على فكره، لانه يعني في كمان الافكار والابتكارات والتطويرات الموجوده داخل الحلقات، بكرر تاني وتالت ورابع، وفي ابتكارات اصلا هي مجموعه افكار جوا بعض، لكن مع كده انا بحسب كل واحده على حده، يعني لا مفيش مشكله عندي خالص، الحمد لله احمد ربنا اشكر فضله، النهر متدفق يعني، وكله فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انعم عليا بكل ده. واتمنى ده يتحط في مكانه الصحيح ويتم افاده الجميع بيه، لان احنا فعلا او هم في امس الحاجه بكل معاني الكلمه لده، من كل النواحي، اقتصاديا وماديا ورياضيا قبل ده كله. عموما ده كل حاجه، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله، وانتظروني في مفاجات مدويه بكل معاني الكلمه على مجموعه قنوات اميزنج، وبالتحديد اميزنج سبورت على الانترنت او الاعلام الافتراضي، واشوفكم على خير.